السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. انا متزوجه وارغب برجل اخر، شفتو وعجبني وبديت نفكر فيه وتنتخيلو، ولا هو البطل ديال الاحلام ديالي، ولا هو بطل الاستهامات ديالي. شنو هما الاستهامات هما دوك التخيلات الجنسيه، هما لي فونتازم ديالي. واحد لذه غريبه غامضه وعارفه بانها لذه محرمه، ولكن يخفق لها قلبي وترتعش لها اناملي. اش غندير؟ والأدهى هو أنها كلما كانت محرمة، كلما كانت ممنوعة وصعيبة وبالخطفة، كلما ازدادت لذة، كلما ازدادت بنة وإثارة. تدارت دراسات تثبت باللي 70% من المزوجات يعجبن سرا برجل آخر ويرغبن به. فهل الإعجاب، مجرد إعجاب بغير الزوج، يعتبر خيانة؟ واشنا هي الاسباب ديال الرغبه ديال هاد المراه في هذا الرجل اللي ماشي رجلها؟ ما الذي ينقص هؤلاء النساء حتى يستبحن رجالا اخرين غير ازواجهم؟ سواء في الخيال ولا في الواقع ولا في الدروج ولا في الباركينغ ولا في اي بلاصه. نسمعوا بزاف ديال الهضره على هذا الفيديو، نخليها على الله وصافي. واش مجرد تخيل المراه مجوجة لرجل آخر في وضعيات في شكل اللي تعتبر فعل خيانة؟ هل تحاسب الزوجة على اقتراف جريمة التخيل والاستهام؟ هل نحاسب على خيالنا؟ واش عقد الزواج يمنح الزوج سلطة على جسد وقلب وروح وحتى خيال مراته؟ واش ماشي من حق الزوجة أنها تكون عندها خصوصيات واحترام وغرفة مقفلة سوارتها عندها بوحدة، غرفة نوصي الزوج بعدم فتحها وخا يلقى الساروت قدامه؟ بحال ديك القصة ديال اللحية الزرقاء ديال شارل بيرو اللي جوستومون تتكلم على عاقبة الفضول، وعلى أن بعض الأسرار من الأفضل أنهم يبقوا مخبيين. ماشي كلشي تيتقال، ماشي كلشي تيتعرف. سؤال واحد اخر هو شكون هو المسؤول على هذه الخيانه؟ واش المراه؟ شكون المسؤول على هذا الشطط؟ شكون المسؤول على الخروج على الطريق، على الوقوع في المحظور ولو في الخيال؟ واش نلومو المراه ولا نلومو راجلها ولا نلومو الراجل الاخر؟ حيت خص شي حد يتحمل المسؤوليه، خص شي حد نلوحو عليه المسؤوليه، نلوموه ضروري، حيت حنا جبناء وخوافين دائما نتنصل من المسؤوليه، وخصنا ضروري نلوحو تبعات وعواقب هذاك شي زغبي اللي خصو يخلص، شي واحد اللي يدفع الثمن ديال ديك الزله وديك العطره وديك الكبوه اللي طحنا فيها. خاص ضروري شي واحد في هاد الثلاثه هادو يكون مسؤول على هذه الفضيحه الاخلاقيه، على هذا الانحراف في الخيال. يا ربي السلامه. تا الخيال خصو بوليسي، خصو راقب وحسيب. خصنا شي واحد في هاد الثلاثه هادو، في هاد الثالوث هادو اللي نلوموه ونجلدوه. هادشي لا قدرنا نهضروا في هذا الموضوع، الا قدرنا نجلسوا ونهضروا في هذا الموضوع، لان تنخافوا تنرتعب من الموضوع، من مجرد الحديث على موضوع الخيانه، خصوصا خيانه المراه. وتاجي حد ما تيبغي يجلس الارض ويحلل هذا الاحساس هذا والدوافع ديالو، هذا الفعل هذه، وعلاش الاسباب ديالها، بلا احكام قيمه، بلا رعب، بلا خلعه، بلا ازمه الثقه، بلا الحرام والحلال. تفكرت روايه باولو كويلو ادولتير، العنوان ديالها ادولتير، اللي الترجمه ديالو بالعربيه هي خيانه، ولكن فجاو يترجموا الروايه العربيه اش داروا العنوان زانيه، اللي تتهضر على نفس هذا الموضوع ديال الخيانه ديال زوجه لراجلها. وهذا ماشي الترجمه ديالو الصحيحه، هذا حكم قيمه، هذا انا بالنسبه لي سيتا لابسوس، زله لغويه نفسيه تتفضح الثقافه والتربيه الشرقيه ديالنا. ديك الثقافه الخوافه اللي تتعلق كل الافعال والدوافع الانسانيه على شماعه الاخلاق وشماعه الفضيله، وعندها دائما الحلال والحرام. على كل حال هذا موضوع واحد اخر. دابا السؤال المهم هو اين ينتهي الفانتازم؟ اين ينتهي الاستهام والتخيل الجنسي
وتبدأ الخيانة. خصنا نعرفوا الحدود، الله يرحم بها الوالدين باش ما نفوتوهمش. وعلاش تتهم الزوجة بالخيانة إذا مال قلبها أو رغبت برجل غير زوجها ولا اشتهته سرا وما قربت ليه، ما قصته، بعيدة عليه. هزها الوفية، وفية لحدود الزواج والشروط، داك العقد الجسد الحصري للزوج ولا لأحد غيره. واش في العقد ديال الزواج كنشترطوا حصريات الجسد فقط ام حصريات الجسد وحصريات الروح حتى هي، يا ربي السلامه. دابا نرجعوا للسؤال ديالنا الاولاني، اشنا هي اسباب هذا الانحراف في الخيال اذا كان انحرافا؟ علاش المراه مزوجه تتفكر وتترغب وتتشهى راجل واحد اخر؟ عاد من بعد نشوفوا واش عندها الحق في هذا الانحراف ولا لا. غينوضوا يقولوا لي كيفاش واش عندها الحق في هذا الانحراف؟ معلوم ما عندهاش الحق في هذا الانحراف. علاش بنظركم تيحلى لي هذاك الغريب تيحلى في عينيها وتبقى تفكر فيه؟ انا نقول لكم علاش. نبداو بالاسباب المباشره البسيطه اللي بالنسبه لي انا تتشكل امبيونس ديال هذا الاحساس هذا. علاش الاسباب البسيطه المباشره؟ لان كاينين اسباب غير مباشره اللي تكونت بفعل تراكمي قديمه، وهي الدوافع الدفينه النفسيه الحقيقيه ديال فعل الخيانه. هاد الافعال البسيطه المباشره اللي هي جات نار الاعجاب بداك الرجل. اولا المنع، بدنا نعترفوا نقبلوا بان كل ما هو ممنوع مرغوب، كل ما هو ممنوع لذيذ وبنين، كل ما هو ممنوع مثير. حاجه الخطفه زينه وماكله الحمام بنينه، هذه غير بليك خليني في الصرمات وعندها الحق. تنشكر في راسي. المهم هذا السبب الاولاني المنع. السبب الثاني الغموض. عندما تظن هذه السيده بان ذاك الرجل الجديد الزوين المتميز فيه حيط غامض، ففيه غير المميزات، تيبان فيه غير داكشي الزوين المخير في الخصال، وحتى هو العفيريت تيبين لها غير داكشي الزوين، تيبين لها لطف الكلام، تيبين لها جميل الخصال، تيبين لها الرقي في الطبع، وتيولي تيشبه الابطال ديال الافلام والروايات. وراجلها مسكين حداها تيشخر، هو الواقع. حتى الاخر تيشخر، حتى الراجل الاخر تيشخر، غير مازال ما شافتوش، غير مازال ما تشرفاتش به، مازال ما حضرات لديك الواقعه. ولكن هذا اكتشف بلي كلشي عنده نواقص وكلشي عنده عيوب، وبان الاخر عادي جدا، ما فيه حتى شي حاجه استثنائيه، فقط يحتاج الامر للوقت والمواقف باش تبينوا على طبيعته. قلنا هذا الثاني. ثالث، كل شيء في ذاك الراجل بعيد، كل شيء صعب المنال، بينما الشريك ديالها في المتناول، كاين حداها. السبب الرابع، هاد المراه مسكينه تتبان قدام داك الراجل زوينه جميله مرغوبه محبوبه غامضه متيوله، ماشي مكشتره، ماشي هازه مغرفه ومشنتفه وجالسه في الكوزينه وتتغوت على الدراري، اجي انت جيب انت دير انت فعل انت ترك انت. لا، داك الرجل تيستفز فيها، داك الرجل الاخر الغامض البعيد تيستفز فيها المراه المغامره المجنونه المختلفه اللي تدفنات في الروتين ديال الحياه ديال المؤسسات ديال الزواج. ولكن معاه تقدر تخيل نفسها وحده اخرى، تقدر تخيل نفسها تمارس علاقه جنسيه في الدروج ولا في الشومبر في اوتيل ولا بالخطفه في شي دريبه تماما كمومس. عندما تعامل المراه بدون قواعد كلاسيكيه، بدون قوانين، كاغي جافه وقديمه متقيله على القلب، فان الامر يصبح مثيرا ومرغوبا، وذاك الاحساس بالخطر والقلق والحذر والخطفه، هذه كلها احاسيس محفزه ومختلفه، بحال شي مغامره اللي تتكسر بها الروتين ديالها ديال اليومي العادي ديالها المتكرر. وهناك دائما، انا تنقولها وتنعاودها، هناك دائما بداخل كل مرة ظريفه درويشه هناك مومس تقبع برزانه وهدوء منتظره اشاره الخروج. بحال داك التحول اللي تيطرا في هذيك الروايه ديال دكتور جيجل ومستر هايد. انا لحد الان ذكرت لكم 3 ديال الروايات، سيروا قراوهم وفهموا الرسائل الخفيه ديالهم.
ذكرت لكم ذو اللحيه الزرقاء، ذكرت لكم الزانيه لباولو كويلو، ما تنحملش هذا العنوان، وذكرت لكم دكتور جيجل ومستر هايد. دابا نرجعوا للموضوع ديالنا. فقط الاشاره، انا فاش هضرت على ان بداخل كل امراه تختبئ مومس تنتظر ساعه العرض، المثير في الامر هو ان كاع الرجال العفاريت يحبون ذاك الجانب المومسي لدى نسائهم، واللي تيغبر للاسف بسبب الواقع، بسبب الروتين اليومي، بسبب العيا، بسبب الغلا ديال الوقت، بسبب الواجبات العائليه والاجتماعيه، واللي تيخلي الراجل والمراه تيهربوا فاش تيهربوا في الحلم، تيهربوا في الاستهام، تيهربوا في لي فونتاسم. دابا سالينا الاسباب البسيطه المباشره، نجيو الاسباب النفسيه الحقيقيه غير المباشره اللي تراكمات وتسببت في هذا الاختلال. حيت كون لو فيو نو، هاد الخيانه بالانواع ديالها كيف ما بغات تكون، هي راه اختلال، هي راه عطب نفسي. السبب الاول هو الشعور ديال ديك المراه مسكينه بالاهمال وقله التقدير من الشريك ديالها والمجهودات ديالها، وما تيحترمهاش، واللي تيخليها تحس بالوحده، خصوصا اذا كان داك الراجل صعيب الله يهديه، مهمل، ما تيقول حتى كلمه زوينه، ما تيقول لا شكرا، لا الله يجازيك بخير، لا الله يكبر بك، لا حتى شي حاجه. وتلقى المراه مسكينه اش تدير؟ كتهرب من داك الجحيم بالاعجاب برجل اخر فيه من اللطف والحنان والاحترام لها ما تفتقده في زوجها. سبب ثاني للاسف هو الولف اللي تيولي في الكوكل حتى تيفقد الشريك الجاذبيه ديالو، والمشاعر اللي تيتبدلوا تيولي راجل ومراته بحال الخوت. واش يطرى؟ يتخلى طرفان عن بعضهما البعض جنسيا ويتوقفان عن تلبيه رغبات بعضهما البعض للاسف. وحتى الا كان بيناتهم كاع شي لقاء حميمي، تيكون اجراء ميكانيكي سريع خالي من العاطفه وخالي من الشغف للاسف. وهنا فين كتموت الروح ويتبلى بالحس.